هو غالبا كلنا مدمنين. خايف اسيب التليفون كده على جنب واقعد والاقي نفسي متساب لوحدي لافكاري. اول ما بيصحى من النوم بيبص في تليفونه. هم اقوى مني بكتير واذكى مني بكتير، ولو عايزين يجيبوني ويقعدوني على الموبايل 15 ساعه هيقدروا. بس انا بستخدمه وانا بعمل حاجه تانية. الهروب من الواقع. انا ببقى استك. بس لحد امتى؟ انا عايزه افوق وعايزه افوق الناس اللي حواليا. الزياده كبيره في نسب الاكتئاب، القلق والتوتر المزمن، السوشيال انكزايتي، البانيك اتاكس اللي بتيجي الناس، اضطرابات الطعام. انت عارفه اصلا السبب في الحلقه دي ايه؟ وده من اكتر الحاجات اللي بيتكلموا عنها. كان عندي صدمه لان انا اكيد ما عنديش 7 ساعات فاضيه في يومي. انا بسمع الجمله دي كتير جدا. ايه علامات الادمان بتاعت السوشيال ميديا؟ لو انا عايزه اعمل لنفسي ديجيتال ديتوكس، لما تيجي تفتحي الابلكيشن هيقولك الوقت بتاعك النهارده خلص. عشان ادي للناس امل، انا السكرين تايم بتاعي went down من 7 ساعات ل4 ساعات. less screen more life بجد.